يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم حبايبي، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي. هذا أول فيديو اللي بتمنى منكم تدعموني وتعجبكم قناتي. حبيت اليوم أعملكم أكلة كوسة بلبن أو شيخ المحشي. أول شي بعد ما غسلنا الكوسة منيح بنبلش نحفرن. هالأكلة بتذكرني بأهلي، الله يجمعني فيهم على خير. الفيديو الجاي بعرفكم عن حالي أكتر، اكتبولي بالتعليقات شو حابين تعرفوا عني. بصراحة بناتي الله يحمي لي إياهم ويحمي لكم أولادكم، هن اللي شجعوني أفتح القناة ودعموني. بعد ما حفرنا الكوسة بلشنا بالحشوة. بالأول بقلي البصل واللحمة وبس يستووا بنحط فوقهم الصنوبر اللي قليناهن. هلأ في ناس بتحب تقلي الكوسة بعدين بتحشيها، بحس هالطريقة صعبة شوي. أنا بحب أحشيهم بالأول بعدين بقليهم، بلاقيها طريقة كتير سهلة. بما إنه الجو شتوي ورمضان قرب حبيت أعمل هالأكلة، وأنا الصراحة بحب أكلات اللبن كتير. اكتبولي شو أكتر أكلة بتحبوها. واليوم عازمة بنتي على الغدا، كتير بشتهي بهيك أكلات. أنا ما عندي خبرة كبيرة بس عندي رغبة شارك وأحكي، وبصراحة دعمكم وتشجيعكم بيعمل فرق كبير. بحب يكون الفيديو عفوي وبسيط من دون تصنع، وبتمنى تحسوا حالكم قراب مني. وبالفيديوهات الجاي بدي أحكي لكم قصص تستفيدوا منها إن شاء الله. وأنا عم كمل الطبخة حبيت أحكي شوي، خطر ببالي شغلي حبيت شاركها معكم. أحيانا الواحد بضل يأجل لأنه خايف أو متردد، وأنا هيك كان صاير فيني، بس قلت خليني بلش واتكل على رب العالمين. ومو ضروري كل شي يكون كامل من أول مرة، المهم نجرب، حتى الغلط جزء من البداية. وإذا حدا حابب يبلش بأي شغلة يبلش فيها دغري ما يتردد. يمكن هالفيديو يكون رسالة ويشجعكم إنه تبلشوا وتحطوا ببالكم هدف. نحن هلأ بأشهر فضيلة الدعاء فيهن مستجاب، ورمضان قرب على الأبواب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وتقبل منا يا رب العالمين. أنا بحب جهز على مهلي ورتب المطبخ شوي شوي، وبالغربة بحس حالي كمان التجهيز له طعم تاني. وبحاول أعمل أجواء رمضان تحسسني بلمة العيلة. خبروني انتو بلشتوا تجهيزات لرمضان ولا لسه؟ يلي جهزوا اكتبولي بالتعليقات بشو بلشتوا. وهلأ بلشنا بقلي الكوسة، بس ياخدوا شوية لون بعدين بنقيمن وبنصفيهم. وهيك صاروا جاهزين الكوسيات. أنا بحب لونهم يكون هيك أشقر. وهون أنا حطيت اللبنات على الغاز وحطيت لهم نشا، تقريبا يعني لكل كيلو لبن 3 معالق نشا. بعدين لما يغلي اللبن بنزيد لهم مي. في عالم بتحب تحط بيضة بدال النشا، أنا بفضل النشا عن البيض. وهلأ بعد ما غلوا اللبنات بنسقط الكوسة. وهلأ بنخليهم شوي يغلوا مع بعض، بعدها بنحط لهم معلقة سمنة بتعطي نكهة طيبة كتير. وهون سكبتن وزينتن بالصنوبر، وجوزي بحب جنبها لهي الأكل الرز. وهيك صارت الطبخة جاهزة. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بقناتي. بتمنى تكونوا انبسطتوا معي، استنوني بالفيديو الجاي.